بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي الكرام، هذه من الأشجار البرية الإماراتية اسمها حب الريشة. شوفوا النحل كيف نازل عليها. نحن اليوم في اللهم صل على سيدنا محمد في 20/12/2017. شوفوا هذه الزهور البرية، اسم الشجرة حب الريشة، إزهار طوال العام. شوفوا النحل كيف نازل عليها، شوفوا النحل كيف نازل عليها. هذه الأشجار ما تحب السقيا أبدا الكثيرة، لكن شوفوا كيف تبارك الله. شوفوا شكلها كيف جميلة جدا جدا جدا. تابعونا، راح نصور ننقلكم إلى مقاطع أخرى. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا أحبة الكرام هذا المنظر الجميل، إزهار طول العام، غنية بالرحيق، غنية بحبوب اللقاح. شوفوا كيف تهافت النحل على هذه الشجيرة، تبارك الله تبارك الله. شوفوا كيف ما شاء الله ما شاء الله. شجرة نحلية بامتياز، خاصة نحن في هذا الوقت من الشتاء. شوفوا كيف النحل نازل عليها، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يطرح البركة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. أحبة الكرام، شوفوا اللهم صل على النبي. نحن في إحدى المحميات تبارك الله، وقاعدين نشوف هذه الأشجار الطيبة البذية. شوفوا تبارك الله، شجرة نحلية بامتياز. يا سلام تبارك الله تبارك الله. شوفوا كيف، شوفوا النحل كيف يهوي عليها، ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله في التفاصيل الفيديو في الوصف راح نكتب اسمها العلمي أو اسمها الإنجليزي، على أساس أي حد من الأخوة النحالين الكرام يحب يسوي لها أوردر يطلبها من برا، موجودة. كذلك موجودة في مشتى البراري للنباتات البرية في مدينة العين في السليمات. بعد ممكن يروح ويسأل عنها وراح يلقاها موجودة. ممتازة ممتازة ممتازة. شوفوا النحل كيف ينزل عليها. هذه من الأشجار اللي المفروض ما يستغني عنها النحال. إذا عنده مكان يزرعها قريب من المنحل يكاثر منها، ولكنها ما تحب السقيا اللي زايدة عن اللازم. سقيا مرة في الأسبوع تكفيها، السقيا القليلة تكفيها. إذا أعطي السقيا كثيرة، وخاصة كثير من النباتات والزهور والشجيرات البرية إذا وجدت سقيا كثيرة تموت وما تنمو. لكن هذه تبغى لها سقيا خفيفة في الأسبوع مرة، ومكان تصل إليه ضوء الشمس، يعني مثل ما يقولون في مشرق شمس. شوفوا كيف، شوفوا النحل كيف نازل عليها، شوفوا النحل كيف نازل عليها. شوفوا المنطقة هذه كيف. بعدين غير هذا اللي يريد يزرعها، بالنسبة للأخوة اللي يحبون الحدائق وتزيين الحدائق، يعني زرعها في البيت، في حديقة البيت، منا في العزبة، في المهم زراعتها داخل البيت راح تعطي منظر جمالي فظيع للبيت. ونحن نيتنا أن الجماعة اللي مش مهتمين بالنحل مهتمين بالزراعة أنه يكثرون منها، هم يستفيدون منظر وجمال ورائحة زكية، ونحن كنحالين نحلنا يستفيد إذا كان في المنطقة المجاورة أو أحد النحالين قريب. نحافظ على هذه النحلة اللي كرمها الله، شرفها الله، وجعل لها سورة في القرآن اسمها سورة النحل. خدمة الاعتناء بهذا النحل المبارك اللي الله جعل من عسله شفاء وبركة وخير للناس. عمل مبروك وعمل طيب وفي خير فضيل. جزاكم الله خير. هذا ما عندي. تقبلوا تحياتي. أخوكم أبو حمدان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.